بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تغطية إخبارية جديدة لأهم وآخر أخبار نادي الهلال السعودي. أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم قرارا رسميا بشأن احتجاج نادي الهلال ضد البطاقة الحمراء التي حصل عليها علي البليهي مدافع نادي الهلال أمام نادي النصر في ديربي الرياض الماضي. ورفضت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم احتجاج نادي الهلال بشأن البطاقة الحمراء التي حصل عليها البليهي من الناحية الشكلية، حيث لم يقم النادي بأي إجراءات شكلية ينص عليها القانون من خلال مواده الرسمية. وكان نادي الهلال قد طالب بإلغاء العقوبة الموقعة على اللاعب حتى يتمكن من المشاركة أمام الطائي في الجولة 16 من الدوري السعودي للمحترفين. وأكد الخبير القانوني أحمد الأمير في تصريحات رسمية أن احتجاج نادي الهلال تم رفضه بسبب التأخير، حيث أكد الخبير القانوني أن تقديم استمارة الاحتجاج في موعد أقصاه ساعتين بعد نهاية المباراة، وأيضا تقديم مذكرة الاحتجاج خلال 48 ساعة من نهاية المباراة وليس من وقت تقديم مذكرة الاحتجاج. أثار أسطورة حراسة المرمى السعودية ونجم نادي الهلال السابق محمد الدعيع حالة من الجدل في الشارع الرياضي بحديثه عن الصراع الجدلي الوحيد مع النصر على مدار التاريخ. وذكر محمد الدعيع في تصريحاته أنه مستعد للخسارة بفارق 6 أهداف من أي فريق، ولكن لا يقبل الخسارة من النصر مهما كانت الظروف. الجمهور لن يرحمك نهائيا عند الخسارة من النصر، في إشارة لكونه الغريم التقليدي والمنافس المباشر للزعيم منذ القدم. هذا الشيء معروف بكل دول العالم تحت فيما يسمى بلقاءات الديربي، علما بأن الهلال اكتسح النصر بثلاثية نظيفة في آخر مواجهات الفريقين بالدوري السعودي للمحترفين. تصريحات محمد الدعيع أسعدت جماهير نادي النصر وأغضبت جماهير نادي الهلال، حيث يرى جمهور النصر أنه رغم الخسارة الأخيرة إلا أن العالمي يظل المنافس الأوحد للأزرق على مر العصور، في حين يرى البعض بأن الأزرق ليس له منافس محليا بينما ينافس نفسه فقط. اكتمل عقد الفرق المتأهلة من منطقة الغرب إلى دور ال16 من بطولة دوري أبطال آسيا، حيث تأهل أندية الاتحاد والهلال والنصر متصدرين عن المجموعة الثالثة والرابعة والخامسة، بينما صعد الفيحاء ضمن أفضل 3 فرق بالمركز الثاني بعد احتلال وصافة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط. ومن المقرر أن تقام فعاليات قرعة دور ال16 من بطولة دوري أبطال آسيا في 28 من شهر ديسمبر الجاري في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وتقام المراحل الإقصائية من دور ال16 إلى النهائي بنظام الذهاب والإياب، فيما يقام إياب النهائي في منطقة الغرب. وتساءل البعض مؤخرا على إمكانية مواجهة الهلال والنصر في دور ال16، إلا أن الفريقين لن يتواجها في الدور ال16 من منافسات دوري أبطال آسيا هذا الموسم بسبب تواجد الثنائي في نفس المستوى، حيث صنف المستوى الأول وضم كل من نادي الهلال ونادي النصر ونادي الاتحاد ونادي العين الإماراتي، وبالتالي لن يتواجه نادي الهلال مع نادي النصر في هذه المرحلة. وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسى عزيزي المشاهد دعمنا بلايك وشير للفيديو، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.